سأسرد قصة في هذا الجانب مؤثرة. شركة من الشركات كانت تمارس نشاط تجاري في توفير سلع. هذه السلع كانت تقدم لعدد تقدم في مشاريع حكومية، وأداء الشركة كان أداء جدا ممتاز. كانت هذه الشركة لديها عدد من الأصول المملوكة له والتي كانت تمثل قيمة، من ضمنها عدد من المصانع. هذه المصانع وبسبب عدم إدارة الشركة بالطريقة الكفؤة، ولمجرد أنه الشريك هو المدير، جرى في الحقيقة الإضرار بحقوق الشركة وبحقوق الشركاء، وأصبحت الشركة مفرغة من الداخل بما أدى إلى انهيارها بسبب تصرف مدير الشركة حينما يعني قام بنقل أصول هذه المصانع إلى إحدى الشركات المملوكة له. فهو في الحقيقة كأنه بمثابة خان الأمانة الواجبة والمناطة به نظاما، إلى أن أصبح هذا الكيان الكبير الذي يعتبر رافد للشركاء أصبح مآله إلى النهاية بسبب هذا التصرف الذي أجري من قبل مدير الشركة حينما نقل هذه الأصول المملوكة للشركة والتي كانت يعني مؤثرة في ديمومة نشاطها إلى شركة تابعة له. فعدم استخدام الأدوات بالطريقة الصحيحة، وأيضا تعيين مدير خارج إطار الكفاءة، قد ينتج لنا للأسف هذه المشاكل.